اهلا اهلا استاذ سيف، كيف الحال؟ الله يحييك ويسلمك. تحياتي لك ولكل مشاهدي قناتنا الجميله. الله يحييك استاذ احمد، بالتاكيد هي قناتكم وانتم الاجمل اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه. احمد، الف مبروك، فوز مهم وفوز كبير، واهميه الفوز اعتقد يعني في نادي الاتحاد السعودي، ان نادي الاتحاد السعودي كان يحتاج هذا الفوز. هو بالتاكيد احنا كنا نحتاج هذا الفوز حتى نعيد يعني تكرار حقيقه بعض الانجازات اللي حققها الاتحاد في يعني في فتره ما من الزمن، وعشان نعيد الثقه حتى لانفسنا وللاعبينا في قدرتهم على ان شاء الله الابداع وعلى مواصله هذا الانجاز. والسنه الحمد لله يعني كانت بدايه طيبه جدا لنا، واعتقد ان الفريق ماشي بخطى طيبه وبيتطور من مباراه لاخرى. استاذ احمد، بالنسبه لك انت كمتحدث رسمي لنادي الاتحاد السعودي، ما هو او ما هي اهم اسباب الفوز بالامس؟ اعتقد انه وجهه نظري الشخصيه انه الاحساس بالمسؤوليه عند اللاعبين يعني كان عالي جدا امس، وشفناه وبالذات في الشوط الثاني. ولو لاحظت انت يمكن استاذ سيف اكيد شفت المباراه، انه الشوط الثاني نزلوا لاعبي الاتحاد قريب 4 أو 5 دقائق كانوا لوحدهم في الملعب، فكانوا متحمسين لبدء المباراه واستعاده الثقه، كنا متاخرين بهدف مقابل لا شيء امام شقيقنا نادي الشباب. لكن من ساعه انا شفتهم بصراحه في ذلك المنظر انهم نزلوا بدري وبدات تلك الروح، قلت الاتحاد فايز، لاني اعرف عندما يكون الاتحاد في مستواه الطبيعي وفي رغبته في الفوز بيكون باين عليه من بدايه الشوط. كان الحقيقه وشفنا الشوط الثاني تقريبا اكتساح اتحادي كامل. جميل. استاذي، هل حالات الفوز بان نادي الشباب سجل في الدقيقه الاولى من المباراه، ولربما هذا يعمل شك ويهز الثقه بين لاعبي الفريقين، ولكن الفريق عاد وسجل في الدقيقه 74، والاحلى والاجمل انه سجل في الدقيقه 94. صحيح، هو زي ما انت تفضلت، يعني هو جون اما نيجي في اي فريق في بدايه اول اقل من دقيقه من بدء المباراه، وهدف جميل، وهني احبابنا واخواننا في نادي الشباب على هذا الجون وعلى العرض اللي قدموه امس امام نادي الاتحاد. لكن بصراحه انا ما يعني كنت اقول انه الهدف هذا لما يجي بدري بيعطيك دافع وعزم على انك تبذل جهد مضاعف للتطوير ويديك وقت، لكن الخوف كان انه يجي هدف قاتل في دقائق متاخره وانت متعادل. صحيح. فهذا كان حيخرجك من البطوله نهائيا، فكونه جاء في الاول انا شخصيا كنت يعني مطمئن انه الاتحاد عنده القدره على العوده. تفائلت وعنده القدره على الفوز. تفائلت بالهدف يعني الاول. بالضبط، انا كنت يعني بقول يعني استاذ سيف انت يعني خليك بس افكر فيها بالمنطق، لو الهدف ده جاء في اخر دقيقه من الوقت بدل الضائع في نهايه المباراه، اكيد يعني بيكون يعني كان حيفرق كثير معك. اكيد بيفرق كثير، ووقع على الفريق الاخر بيكون مختلف. ايه وبالذات انت كنت محتاج فقط التعادل عشان تتاهل، فالطبيعي انه الفريق يكون مرتخي قليلا، بيبحث عن التعادل، بيدافع وكذا. لكن كونك كنت متاخر ما في مجال للتراخي، وشفنا الشوط الثاني كان كله هجوم كاسح من قبل نادي الاتحاد وضعنا اكثر من فرصه يعني. جميل. استاذ احمد، ما هو رايك بتغريده سعاده المستشار تركي آل الشيخ اللي هنأ فريق الاتحاد السعودي وطالبكم بالكأس؟ اول حاجه لازم اقول حاجه يعني حقيقه والله ليست مجامله في حق معالي المستشار، تمام؟ اول شيء هذا الرجل يعني خلينا نقول هو عراب البطوله في شكلها الحالي، وهو الرجل اللي فعلا يعني اوجد لها هذا يعني هذه القيمه الفنيه والقيمه الماليه، واللي ذلل الصعاب في العالم العربي من اجل انه احنا نخرج ببطوله تليق بالدول العربيه، تليق بالدول العربيه. فعشان كده هذا الرجل يعني حتى شوف لما تداخل هو وهنأ، هو بيهنئ لانه فعلا حاسس احساس جميل بالوطنيه وباحساسه العربي الكبير. فأحب أشكر معالي المستشار على كل حاجة قدمها للكرة السعودية وللكرة العربية، لأنه كان رئيس الاتحاد العربي. فحقيقة إنه رجل لا تكفي الكلمات لأننا نشكره. بالتأكيد، ونحن هنا في برنامج فانزون نوجه التحية والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. أستاذ أحمد، السؤال اللي يتساءله الجمهور الوطني العربي، شو اللي اختلف في فريق الاتحاد هذا الموسم بالذات؟ موجود في الدوري وبصورة قوية، وأيضا وصولا لنهائي كأس محمد السادس.
والله شوف الاختلاف الكبير كان، شوف احنا دائما وابدا استاذ سيف، وانت يعني رجل متابع للكره والرياضه تمام، انت تعرف صعب ان تنتقل من وضع انك انت تكون في وضع متاخر او سيء فنيا يعني وفي مشاكل اداريه وماليه، الى فجاه يعني تتحول ل 180 درجه الاتجاه المعاكس. لكن يجب ان ياخذ هذا الامور بالتريث. فمجلس الاداره الحقيقه برئاسه الاستاذ انمار كان عنده خطه، وكانت خطه ذكيه جدا، وتحمل من خلالها مجلس الاداره الكثير من الانتقاد. حاول انه يبدا بالنواحي الفنيه والاداريه والماليه، واستطاع انه هو يغير الشكل العام الداخلي للفريق او النادي بالاحرى. جميل. هذا التغير اللي عمله كان مبني على اساسين، انه كيف يتم تطوير هذا الفريق والاستفاده من الخامات القويه الموجوده فيه، والتخلي عن بعض الخامات التي قد لا تفيد الفريق. فالحقيقه انه نجح جدا، وانا اهنيهم واهني انفسنا كلنا في مجلس الاداره على هذا الانجاز. بالتاكيد استاذ احمد. سؤال اخير استاذ احمد، الان فريق الاتحاد السعودي وصل للنهائي، الفريق الآخر في مباراة منتظرة تاريخ 10 ما بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، فريقين كبيرين عريقين. نعم. من يتمنى وبعيدا عن الدبلوماسية، من يتمنى أستاذ أحمد صادق أن يقابل الاتحاد في النهائي؟ بأمانة شديدة أنا أتمنى أن الاتحاد يحمل الكأس بغض النظر من إيقافه. نحن اتفقنا أن نكون بعيدين عن الدبلوماسية. والله ليست دبلوماسية على الإطلاق، تمام؟ عندما تكون روح الاتحاد وقدراته حاضرة تأكد تماما أنه لا يعنينا من نقابل، تمام؟ طبعا الرجاء المغربي فريق قوي جدا جدا على ملعبه، بين ما في جمهور طبعا، ممكن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغير الحال إلى أحسن في المستقبل القريب، تمام؟ لكن هو الاسماعيلي فريق عريق، فما حتفرق عندنا مين، الاثنين فريقين اقوياء جدا، ونحترم قدراتهم ونحترم مكانتهم التاريخية في العالم العربي، فلذلك بالنسبة لنا سواء اسماعيلي او الرجاء الاثنين زي بعض يعني. يعطيك العافية استاذ احمد صادق المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد السعودي، وبالتوفيق. شكرا لك. الله يحييك ويسلمك.